كنت وريكم قبل كده تمرين التاير هامر سلام. النهارده هوريكم نسخه اصعب منه شويه، وهي اسمها التاير لادر سلام. كل المطلوب منك هيبقى عندك الكاوتش بتاعك، بس المره دي هيبقى عندك 3 أو 4 اوزان مختلفه على حسب كميه الشواكيش اللي موجوده عندك في الجيم. انا اللي موجوده عندي النهارده ال6 كيلو وال8 كيلو وال10 كيلو. كل المطلوب ان انت هتعمل 10 عدات باقل وزن، وبعد كده بتسيبه بتخش في الوزن الاتقل على طول. بعد كده الوزن الاتقل بتعمل من الموضوع دوت 4 مجاميع، وبتريح ما بين كل مجموعه والثانيه دقيقه واحده. خلينا نشوف هيبقى عامل ازاي. طيب ليه التمرين دوت مختلف؟ الوزن المتزايد دوت بيمرن جسمك ان هو يفضل دايما محافظ على القوه الانفجاريه بتاعته مع زياده المقاومه تحت الارهاق المتراكم. يعني مثلا اول التمرينه انت ابتديت بشاكوش خفيف، فده كان بيمرن عندك السرعه، ولكن في اخر التمرينه انت عملت بالشاكوش الثقيل، ودوت كان بيمرن عندك القوه الخام. بالظبط زي ما بيحصل معانا في الحياه الطبيعيه بالظبط، مش كل حاجه بنحتاج ان احنا نشيلها في حياتنا الطبيعيه بتكون اتقل حاجه. ساعات بنبتدي بحاجات خفيفه، وبعد كده بنبتدي ان احنا نشيل حاجات تقيله في وقت قليل جدا. حاولوا تجربوا التمرين دوت، خلوه اخر التمرين اللي انتوا بتعملوه في الجيم، ان انتوا تقفلوا بيه التمرين بتاعكم، وعرفوني رايكم ايه. ولو حابين تتمرنوا معايا بنفس الشكل في الجيم في دبي، او حابين تتمرنوا معايا اونلاين، ابعتوا لي كلمه جاهز وانا بتواصل معاكم على طول. شكرا، مع السلامه.